ازيكم؟ معاكم ادري. فيديو جديد في السريع كده من الطبيعه. احب انا صوت الطبيعه والحاجات دي عشان بصراحه بتهدي اعصابي من التصريحات اللي احنا بنشوفها. يلا بينا نشوف تصريح احمد عفيفي. وزي ما انت شايف يا صديقي، ايا كنت زملكاوي اهلاوي بورسعيداوي ايا كان، احمد عفيفي طالع بيقول لك مضمون التصريح ان هي ادوار بتسكنها غصب عنك هتعملها، سواء كنت هتفضل في الدوري يعني كنت هتهبط هنخليك في الدوري، قصده على الاسماعيلي، هنخليك غصب عنك، او هنعيشك وهم منافسه زي الزمالك مثلا وبيراميدز. بس هو تحديدا يقصد الزمالك لان بيراميدز بصراحه بقى ينافس، يعني بيراميدز بقى منافس عن الزمالك في الدوري. المهم وبلا بلا بلا وكلام كتير كده ورغي زي ما انتم شايفين كده التصريح. المهم الخلاصه من الكلام، يا ريت يا استاذ احمد، يا ريت يعني نرجوك تفكر كده ولو لدقايق. لو بيراميدز اللي هو السنه دي بينافس الاهلي على الدوري، لو كان كسب الماتشين اللي هو خسرهم كان الوضع ايه؟ لو كسب ماتش واحد منهم كان الوضع بقى ايه؟ هي مش غلطه الاهلي ومش مساعده الاهلي، تمام؟ دي حاجه التانية هنتكلم على الدوري السنه دي. الدوري السنه دي انا واحد من الناس اهلاوي وبقول دوري مشبوه بسبب الاحداث اللغط الكتير اللي حاصل. انت كزمالك اتجاملت فيه كذا مره في التحكيم، وانا اتجاملت فيه في الثلاث نقط اللي ما اتخصموش مني السنه دي، وقصه بقى تفسير اللوائح والهبل والهرتله اللي حاصله دي كلها. بس هنرجع نقول تاني، لو كل نادي ركز مع نفسه، ركز ان هو يكسب ماتشاته، ما فكرش في اي حاجه تانية، هياخد الدوري. بيراميدز ماشي في دوري ابطال افريقيا بالرغم ان هو اهو الناس كلها كانت بتقول لك الاهلي هو النادي المدلل للكاف، صح ولا احنا غلطانين؟ الاهلي فين؟ الاهلي خرج من البطوله ليه؟ عشان ما كانش يستحق يكمل بسبب الاخطاء بتاعه المدير الفني في ماتش العوده تحديدا بتاع صن داونز. لعب ماتش كويس في الذهاب، ماتش العوده عمل حاجات غريبه، خرجنا من البطوله. بس العب هتكسب، العب كويس هتكسب هتوصل للبطوله، غير كده مفيش. الزمالك بقى بيعمل ايه؟ مفيش. عايش انت بس نفسك في الوهم يا استاذ احمد، وخليك كده متعايش مع فكره المؤامره اللي انت حاططها في دماغك طول الوقت، وربنا يوفقك ان شاء الله.